السلام عليكم. دلوقتي هنتكلم على ألم الظهر، ألم أسفل الظهر. لو جبنا 10 وقفناهم قدامنا وسألناهم كم واحد فيكم بيحس بالألم اللي هو ألم القطنية أسفل الظهر، على الأقل 8 هيقول لك أنا بحس بالألم ده. بسبب حاجات كتير قوي، بسبب القعدة الغلط، الوقفة الغلط، الشغل، التمرين، النوم الغلط، حاجات تقريبا كل الحاجات اللي بنعملها في حياتنا لو ما عملناهاش صح هتأثر على الظهر وهتأثر على ألم الظهر، وخصوصا الألم بتاع الفقرات القطنية اللي هي آخر 5 فقرات من تحت، اللي هو الوجع ناحية الحزام كده في النص. ده حاجة مشهورة جدا 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 وعند ناس كتير جدا، وزي ما قلت مفيش حد تقريبا ما عداش عليه ألم الظهر. دلوقتي أنا مش هقول على علاج كامل أو حاجة كبيرة أو دواء أو لا، أنا هقول حاجة صغيرة، تكنيك هنعمله في الجيم. للأسف الناس اللي بتنزلش جيم أو الناس الكبيرة تسامحني، للأسف دي حاجة النهارده خاصة بالناس اللي هتقدر تنزل جيم إن شاء الله. تمرين تكنيك معين، هو مش تمرين بس تكنيك معين لو عملته هتحس براحة كبيرة جدا ومهمة جدا في موضوع ظهرك. فكرة اللي احنا نعمله ده عبارة عن جهاز طبي عندنا في عيادات العلاج الطبيعي والتأهيل، عبارة عن جهاز اسمه التراكشن يعني شد الفقرات. ده هنعمله مع بعض في الجيم. الجهاز نفسه فكرته هنعملها هنا ان شاء الله بدون ما تروح اي مكان وبدون ما تعمل جلسات وبدون اي تكلفة ان شاء الله. نفس اللي هنعمله هنا هو نفس فكرة الجهاز، بس ركز معايا. دلوقتي الفقرات فوق بعضيها من كتر الضغط بتضغط، يعني من كتر القعده غلط، من كتر الضغط بتاعك بتضغط على بعض شويه وبتحس بألم. لما انا اجي افك الفقرات عن بعض ده بيدي راحه، اكنك حاطط حمل وبتشيله. فاحنا لما نفتح الفقرات عن بعضيها شويه ده بيدي راحه للفقرات وبيدي راحه للعضلات اللي حوالين الفقرات والاربطه. الاربطه بتكون شاده وقفشه والعضلات قفشه، فلما نفكها بتبدا تريح. ده نعمله ازاي؟ هنعمله على جهاز السحب الامامي. هتحط الهاند بتاعتك اللي هي الطويله وعندك الوزن. فكرة بقى هنا أهم حاجة الوزن بتاعك لازم يكون، دلوقتي هنقول إن أنا وزني 100 كيلو، لازم يكون الوزن بتاعك فوق، الوزن بتاعك لازم يكون فوق ال 70%. ال 70% فيما فوق، على الأقل 70%. يعني أنت وزنك 100 كيلو يبقى أنت هتحط 70 كيلو اللي هي على الجهاز. 70 يعني 7 بلاطات، البلاطة 10 كيلو. عظمك جامد يعني عصبك كويس وعصبك قوي تقدر تزود. انا شخصيا يعني مثلا لو الوزن 100 انا ابدا 80 ممكن 90 وممكن اوصل ل 100 ان شاء الله. فاحنا المينيمم بتاعنا 70% والماكسيمم 100%، يعني انا ممكن افضل احط الجيد اللي هو 100%. طيب نبدا بقى نخش على التكنيك. هنمسك واسع ومشغل على الجهاز. انا مسكت اهو نازل مساحة. أول لما أحس إن خلاص ظهري فقراته بتبعد عن بعض أروح ثابت على الوضع ده. أفضل ثابت كده 1 2 3 30 ثانية. أفضل ثابت 30 ثانية 30 ثانية. 1 2 3 لغاية 30 ثانية. أخلص أفضل واقف كده ما بعملش حاجة 30 ثانية راحة، وبعد كده أعيدها كم مرة؟ 10 مرات. تعمل التمرين ده يوميا قبل ما تبدأ تمرينك في الجيم لمدة أسبوعين، وإن شاء الله شوف النتيجة بعد أسبوعين وشوف الراحة اللي أنت هتوصل لها. شكرا ليكم، وجرب التكنيك ده وإن شاء الله ألم ظهرك هيختفي تماما إن شاء الله. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل له شير ومنشن لصاحبك، وعاش العاش. السلام عليكم.